في عصرنا الرقمي اللي بنعيشه النهاردة، بقت وسائل التواصل الاجتماعي جزء لا يتجزأ من حياتنا اليومية، من بقائك على الاتصال مع الأصدقاء والعيلة لمشاركة لحظات حياتك. منصات الإنترنت غيرت الطريقة اللي بنتواصل بيها وبنتفاعل بيها مع الناس، لكن تحت قشرة جاذبيتها بتكمن قوة خطيرة، وهي الآثار السلبية العميقة على صحتنا وعقلنا. واحدة من أكتر التأثيرات الخبيثة لوسائل التواصل الاجتماعي هي طبيعتها الإدمانية. التدفق المستمر للمحتوى الجديد والإشعارات بتحفز مراكز المكافأة في الدماغ، وبتخليها تطلق هرمون الدوبامين، وده هرمون من هرمونات السعادة، وبالتالي بيخليك تستخدمها أكتر بسبب شعور السعادة اللي بتحسه، وده ممكن يؤدي لإحساس مشوه بالواقع. مستخدمين وسائل التواصل الاجتماعي بيبقوا منفصلين بشكل متزايد عن الواقع المادي وعن العالم، وبيبقوا مهووسين بالحفاظ على تواجدهم على الإنترنت. عدم قدرتك على الابتعاد عن وسائل التواصل الاجتماعي ممكن يكون له عواقب وسلبيات بعيدة المدى، منها إهمالك لمسؤولياتك المهمة، واضطرابات النوم، وقلة قدرتك على التفاعل مع الناس وجها لوجه. المقارنة الاجتماعية، غالبا كل الناس على منصات السوشيال ميديا بتقدم حياتها بشكل مثالي، وده اللي بيخلي الناس وخاصة الشباب في سن صغير إنهم يقارنوا نفسهم ومظهرهم وإنجازاتهم مع الناس اللي شبههم، وده بيقلل من احترامهم لنفسهم وبيزود إحساسهم بأنهم مش كفاية، وده بيبقى ضار جدا خاصة خلال مراحل النمو في مرحلة المراهقة وسن البلوغ. في الوقت ده صورتك الذاتية عن نفسك وتكوين الهوية بيبقوا مهمين جدا، لكن الضغط المستمر اللي بتبقى فيه بسبب إنك عايز تحافظ على شخصية مثالية عبر الإنترنت ممكن يسبب مشاكل زي الإحساس بالدونية، وقضاء أكتر من 3 ساعات يوميا في الاستخدام بيزود خطر الإصابة بالقلق والاكتئاب. انتشار المعلومات المضللة، من مساوئها كمان إنها بقت أرض خصبة للنشر السريع للمعلومات الخاطئة والأخبار المزيفة. دلوقتي بقى أي حد معاه موبايل متوصل بالإنترنت يقدر يكتب أي حاجة وتنتشر بسرعة، وأصحاب العقول الضعيفة بتصدقها بغض النظر عن صحتها، حتى لو كان اللي كاتبها مريض نفسي في الأساس. مشكلتنا إننا بنصدق أي حاجة قبل ما نبحث في أصلها أو نتأكد حتى من صحتها. انخفاض احترام الذات ومشاكل صورة الجسم، التعرض المستمر لصور المشاهير ومعايير الجسم الغير واقعية والمحتوى اللي بيركز على المظهر بس بيخليك تحس بعدم الرضا عن شكلك وشكل جسمك، وده اللي بيؤدي لسلوكيات الأكل المضطربة. مشاكل النوم، الاستخدام المفرط لوسائل التواصل الاجتماعي خاصة قبل النوم بيعطل أنماط النوم الصحية للمراهقين، ودي حاجة مهمة جدا لنمو الدماغ الصحي. الفكرة كلها مش في كمية استخدامها، لكن في جودة وكيفية الاستخدام. فالاستخدام الواعي المتوازن بيكون أقل ضررا، ومع ذلك طبيعة وسائل التواصل المنتشرة المقنعة بتخلي من الصعب كتير من الشباب إنه يستخدمها بطريقة صحية. ومن خلال فهمنا لطبيعتها المثيرة للقلق وأثارها السلبية نقدر ناخد بعض الخطوات للتخفيف من المشكلات دي والتقليل من استخدامها. رقم 1، حط حدود زمنية للاستخدام. استخدم ميزة تتبع التطبيقات، أو نزل التطبيقات اللي بتساعدك في مراقبة استخدامك اليومي علشان تعرف بالظبط انت بتستخدمها لمدة كام ساعة في اليوم، وخلي هدفك هو تقليل عدد الساعات لحد ما توصل لأقل من ساعة يوميا. رقم 2، اتجنب استخدام السوشيال ميديا قبل النوم. الضوء الأزرق اللي بيطلع من الشاشات بيعطل نومك، كمان السكرول اللي ملهوش نهاية هيخليك خايف ان يفوتك اي حاجة او اي خبر او اي معلومة. حدد وقت نهائي تتوقف فيه عن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي زي الساعة 8 بالليل مثلا. 3، التنظيم. الغي متابعة الحسابات اللي بتأثر عليك بشكل سلبي واستبدلها بحسابات مفيدة. 4، خد فترات راحة من السوشيال ميديا. اقعد مع العيلة والأصدقاء وخلي دايما يبقى في أنشطة عملية تعملها معاهم بعيد عن الموبايل. 5، ابحث عن أنشطة بديلة. ارجع تاني لهواياتك أو تمارينك الرياضية أو الأنشطة التانية اللي بتستمتع بيها. رقم 6، استخدام طريقة عدم استخدام الهاتف، يعني ما تستخدمش الموبايل في أوقات معينة من اليوم، زي مثلا أثناء الوجبات
أو قبل النوم أو أثناء قضاء الوقت مع الأصدقاء أو العيلة. وأهم حاجة خليك واعي باللي بتنشره، خليك واعي وفكر في إزاي منشوراتك بتأثر على حالتك المزاجية وحالة الآخرين اللي بيشوفوها، وتجنب مقارنة حياتك بأي حد على السوشيال ميديا. ومن خلال تنفيذ الطرق دي هتقدر تحافظ على توازن صحي بين استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والجوانب المهمة التانية في حياتك، بما فيها علاقاتك الشخصية وصحتك العقلية والإنتاجية. في النهاية أهم خطوة ممكن نعملها إننا نعترف بالجانب المظلم لوسائل التواصل الاجتماعي، وبعد كده نبدأ نتخذ إجراءات هادفة لمعالجة أثارها الضارة. في الوقت ده بس هنقدر نسخر إمكانات وسائل التواصل الاجتماعي للارتقاء بحياتنا بدل من التقليل منها. وبس كده، أشوفكم الحلقة اللي جاية. باي باي.